مباراة الأهلي وبيراميدز غدا في 9 مساء. غيابات في النادي الأهلي، وأبرز الغائبين للاعبي النادي الأهلي ياسين مرعي في مناطق الدفاع، وأيضا بنسبة كبيرة إمام عاشور هيكون ليس على الأقل ليس لاعبا أساسي في هذه المباراة. طبعا هتبقى مباراة صعبة جدا إن هو يلعب فيها. عنده قابلية وعنده إصرار إن هو يلعب، ولكن هيبقى صعب جدا إنه يلعب. قد يكون لو موجود في قائمة النادي الأهلي، قد يكون إمام عاشور ياخد وقت بسيط جدا لو المباراة تسمح بذلك، لكن إمام عاشور هيبقى صعب جدا يكون في التشكيل الأساسي للنادي الأهلي. ياسين مرعي في خط الدفاع أيضا مش موجود. ياسر إبراهيم أيضا لن يكون متواجد، وطبعا مع عودة محمد هاني من الإيقاف. بيراميدز ايضا عنده مشاكل، عنده غيابات، عنده الشيبي هيكون غائب للطرد، وعنده ايضا اكتر من لاعب اصابه. في النادي الاهلي لا يمكن القبول من جمهور النادي الاهلي بنتيجه غير الفوز على بيراميدز. التعادل او الخساره تعني مزيد من الارتباك للجهاز الفني للنادي الاهلي، مزيد من قله وفقدان الثقه للاعبين. نتائج طبعا ليست بالمستوى الطيب للنادي الأهلي مع بداية هذا الموسم، ولا بديل سوى الفوز على بيراميدز حتى يعني تتحسن النتائج ويبدأ النادي الأهلي يسير على الطريق الصحيح والعودة إلى خط الانتصارات مرة أخرى. بيراميدز نفس الكلام، يعني مشابه جدا للنادي الأهلي في هذه النقطة، وهو أيضا بدايته في الدوري وأول 3-4 ماتشات بداية ولا أضعف بطل افريقيا، يعني مهتز مع بداية الموسم، العديد من التعادلات والعديد من الهزائم. فبيراميدز ايضا يبحث عن الفوز، والمدير الفني له ايضا بيبحث عن الفوز، لانه هو قد اذا هزم في هذه المباراة يتم الاطاحة بالمدير الفني لنادي بيراميدز. فبيراميدز بيبحث عن الفوز والنادي الاهلي بيبحث عن الفوز. نتمناها مباراة الاجمل ما بين بطل افريقيا وما بين بطل الدوري المصري والنادي الاهلي، والنادي الاكثر شعبية في القارة الافريقية، ونادي البطولات الافريقية، ونادي افريقيا الكبير. بنتمنى انها مباراة تخرج بروح رياضية عالية ما بين الناديين وبين اللاعبين وبعضهم. نتمنى ايضا ان المباراة تحقق المطلوب منها، اعلى سكواد وافضل لاعبين موجودين في النادي الاهلي وبيراميدز. نتمنى ان هم يقدموا لنا كرة قدم حقيقية تليق بالدوري المصري وبسمعة النادي الاهلي وسمعة نادي بيراميدز حاليا، بما انه هو بطل دوري ابطال افريقيا. الحكم الاسباني خافير روخاس هو من سيدير هذه المباراة. أدار مباراة قبل كده ما بين النادي الأهلي وما نادي بيراميدز، فاز الأهلي بنتيجة 3-2 بصعوبة في بعض الاعتراضات من نادي بيراميدز، ولكن بصورة غير رسمية. كنا نتمنى أن هو يتم إسناد الطاقم هذه المباراة لحكم آخر أو طاقم تحكيم فني آخر، ولكن هو خلاص خفير رخاص هو اللي هيدير هذه المباراة. نتمنى له التوفيق. غدا في 9 مساء الأهلي وبيراميدز باستاد السلام.